السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل باتيه المورق في منتهى الجمال. شايفين الفراغات فيه عامله ازاي وهش وجميل من جوه، وريحته بقى مش قادره اقول لكم عليه. يلا بقى بينا يا حبايبي على المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنزل اول مواد السائله مع بعض. نص كوبايه من الحليب الدافي، باكو خميره فوريه، كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، معلقتين كبار من السكر، وهقلب كل ده لحد السكر ما يختفي معايا تماما. هنزل بقى ببيضة وعليها معلقة من الخل وعليها رشة فانيليا، وهعيد التقليب تاني، واخر حاجة بقى ربع كوباية من الزيت. تمام كده اهوت. تعالوا بقى ايه للدقيق. مستخدمة 5 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من الحليب البودر ورشة من الملح ومعلقة كبيرة ممسوحة اللي هي البيكنج باودر. هنزل كل الكلام الجميل ده. شايفين؟ هقلب بقى بايدي عشان اشوف ملمس العجينه. انا عايزه عجينه مفتوحه ولينه. تمام او كده. هسيبها بقى تخمر قد ساعه كده اهوت، ونشوف هنعمل ايه مع بعض في العجينه الجميله دي. بعد ما خمرت معايا افضي الهوا منها وافردها بقى كده اهوت. انا هقسمها على كورتين. تمام كده اهوت. وهسيبها برضو تريح معايا قد ربع ساعه كده عشان تتفرد معايا بسهوله. وهغطيها بقى كده اهوت. تمام او كده. بعد ما ريحت معايا هفردها بقى كده اهوت زي ما انتوا شايفين اهوت. انا عايزاها عجينه مستطيله. شايفين بتتفرد معايا بسهوله ازاي؟ انا بقى عندي زبده بدرجه حراره غرفه المطبخ. هفردها بقى معايا كده ايه عشان الزبده ديت هتورق لي العجينه من جوه. هعملها زي هيئه ظرف كده. برضو احط زبده برضو عليها حوالين داير كده اهو. برضو كل تطبيقه هفرد عليها زبده اهو. تمام او كده. جبت طبق حطيت عليه حبه من الدقيق واسيبها بقى تريح كده في التلاجة عشان الزبده لما افردها ما تخرجليش بره. الزبده بس تشد معايا. تمام كده اهو. بعد الزبده ما شدت معايا هجيب بقى شويه دي كده على المفرش وافردها كده اهو عشان احط باقي الحشو فيها من جوه. الحشو ده بتاعكم انتوا، ليه في مطلق الحريه. ممكن حلو ممكن حادق حسب ما انتوا عايزين. هفردها برضو كده مستطيل. هو الصوم كده. انا طبعا مستخدمه عندي جبنه قديمه على حبه مشي كده، عاملاهم بالمعلقه عشان تتفرد معايا بسهوله. شايفين؟ جميله جدا. هعملها بقى على هيئه رول اهوت. تمام او كده. القطع بقى ده بتاعكم انتوا. انا خلاها كده ايه وسط كده. هسوي بس الطروف كده اهوت وابططها كده من فوق شويه واقطعها بقى زي ما انا عايزه. هطبقها كده بس من تحت عشان ايه ما تخرجش بره. تمام او كده. شايفين التورقات جميله ازاي؟ جبت صينيه دهنت بيها زيت اهي زي ما انتوا شايفين. خمرت بقى معايا. هدهن بقى الوش ايه حبه من الحليب كده اهو. حط عليها معلقه من السكر، وهرش طبعا على حبه سمسم كده حسب رغبتكم برضو. وادخلها بقى الفرن على درجه حراره 180. شايفين؟ حطيت بقى عليها حبه ماء كده وغطيتها عشان تبقى طريه وجميله. وده شكلها النهائي يا حبايب قلبي. شايفين جميله ازاي وتحفه وهشه وخفيفه اهو. يلا بقى جربوا، واستنظركم ان شاء الله في فيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.